اكبر شمس العشيه وقعت لمدينه مراكش هي منين كنخليو تاريخها كامل بعظمته وجلاله، وكتبان لينا غير الطنجيه والنكته والدقه المراكشيه. ايوا راه هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين عندك انت. اما مدينه مراكش اكبر من هذا. كانت مدينه مراكش هي العاصمه نتاع ثلاثه دول، دوله المرابطين والموحدين والدوله السعديه، وكانت هي قبله العلماء، والمغرب كامل كان كيتسمى بمراكش. وما نساوش باللي اول سبيطار في المغرب وفي شمال افريقيا تبنى في مراكش. وما نساوش باللي اكبر الحدائق في المغرب كانت في مراكش، وكانت هي السباقه في البناء نتاعهم. اشا هادشي كاين وانا ما كاينش، زيد سقيني. ايوا خا المعلم بامبريه، ما عليك الا تزير معايا الطاقيه وتحط حداك شويه الفاكهه، وما تنساش براد تاتاي والصينيه، ويلا نضربوا طليله في تاريخ المدينه المراكشيه. وبامبريه وعطي لخونا التاريخ. سنة 1068 ميلادية بالضبط، في عهد الدولة المرابطية، الأمير أبو بكر بن عمر كيستقر بشكل نهائي في مدينة أغمد من بعد ما دار حروب طاحنة مع قبائل مصمودة. فاش كنقولوا أبو بكر بن عمر راه هو الحاكم الثالث نتاع دولة المرابطين اللي تأسست من طرف الأمير يحيى بن إبراهيم والفقيه عبد الله بن ياسين، ومشات القضيه من يحيى بن ابراهيم ليحيى بن عمر لابي بكر بن عمر. ايوا سيدي هذا هو الامير ابو بكر بن عمر اللمتوني الصناجي، واللقب نتاع الصناجي نسبه لقبيله صناجه، وهي قبيله امازيغيه، وهي من اقامت بالدوله المرابطيه التي حكمت بالشريعه الاسلاميه على المذهب المالكيه. المعلم فرتوت، اش علاقه هادشي كله اللي قلتي بمدينه مراكش؟ العلاقه هي قبل ما تبنى مدينه مراكش كان بالجوار نتاع مدينه اغمد اللي استقر فيها ابو بكر بن عمر، وهاد المدينه كانت مقسومه لجوج بلايص اللي هما اغمد وريكا واغمد هيلانا، اللي كانوا بجوجهم من قبائل مصموده وهي قبيله امازيغيه. وكانت اغمد هيلانا واغمد وريكا من القبائل السباقه في مبايعه ابو بكر بن عمر اللي كان هو الامير نتاع دوله المرابطين انذاك. ايوا سيدي، من بعد ما عمرت مدينة أغمد بجنود دولة المرابطين، زائد القبائل اللي بيعتها، زائد الناس اللي كانوا ساكنين فيها. ايوا هادشي اللي خلى أغمد هيلانا وأغمد وريكا يهضروا مع الأمير أبو بكر بن عمر باش يبني لهم مدينة باش يتوسعوا فيها اللي هي مدينة مراكش. لا الله أخويا، هاد الناس ما بان لهم فين يبنيو هاد المدينة غير في هاد الحرارة وتيقيقت لك حلا. أراس الطنجية، الموضع نتاع مراكش ما جاش بطريقة عشوائية، حيت في الأصل مراكش كانت غادي تبنى في أغمد وريكا ولا أغمد هيلانا، ولكن وقع الصداع بين قبيلة أيلان وقبيلة هزميرة اللي كانوا كيف المش والفار. ايوا سيدي، قبيلة أيلان كتقول لهم غادي تبنى مراكش في الأرض نتاعي، وقبيلة هزميرة كترد عليها تا شكون انت في ملك الله، مراكش غادي تبنى في أرضي. وهادشي علاش مدينة مراكش ما بقات تبنات لا في أغمد هيلانا لا في أغمد وريكا، وتبنات في موقع محايد اللي هو فين كاينين حنا دابا. ايوا منين اخا ما تبنات لا في اغمد هيلانا لا في اغمد وريكا، اخويا بعدا يشوفوا غير حدا البحر ولا وكيمدن. كانت مدينه مراكش غادي تكون حدا واد تنسيفت، ولكن الامير ابو بكر بن عمر كيرفض، حيت اللي خصك تعرف هو الاصل نتاع المرابطين هو قبيله صنهاجه، والاصل نتاع قبيله صنهاجه هو الجنوب نتاع المغرب الاقصى اللي هو مكان صحراوي، يعني الناس مولفه واحد البيئه صحراويه، وما غاديش تجي انت وتحطهم حدا البحر ولا وكيمدن. وهادشي اللي خلاهم يختاروا موضع مراكش يكون بحال البيئه اللي كانوا عايشين فيها من قبل. وكانت مراكش عباره على ارض قاحله، لا طير يطير ولا وحش يسير. وانا نفهم، ولكن شتك من صبح الله وانت ابو بكر بن عمر، ابو بكر بن عمر على فين هو يوسف بن تشافين ياك هو اللي بنى مراكش؟ يا اخا المعلم بامبرع، راه يوسف بن تشافين هو اللي بنى، ولكن في الاصل راه ابو بكر بن عمر هو اللي حط البلان وحجر الاساس نتاع المدينه سنه 1070 ميلاديه، وكان هو اللي غادي يبني مراكش كامله. واول ما بنى هو قصر الحجر، ولكن جا عنده واحد المرسول وقال ليه باللي قبيله كداله هجمت على قبيله المتونه. وباش تفهمني مزيان، قبيله صنهاجه اللي اسست دوله المرابطين كانت كتكون من بزاف القبائل، ولكن اكبرها كانت قبيله المتونه وكداله ومسوفه. ايوا سيدي، كداله هجمت على المتونه، وهادشي علاش مشى ابو بكر بن عمر باش يهدئ الوضع تما ويحارب المتمردين، وهو يخلي الحكم لولد عمو يوسف بن تشافين اللي غادي يكمل بناء مدينه مراكش. هادشي عندك زاوين بيوتيفول.
ايوا زيد سقيني. اول جامع تبنى في مراكش هو مسجد الطوب اللي بناه يوسف بن تاشفين واللي ريبته دولة الموحدين، وبناو بلاصتو جامعة الكتبية. واول حومة تبنات في مراكش هي حومة اسول، وكانت مدينة مراكش في الاول عبارة على ثكنات عسكرية وخيمات، وحتى الموضع نتاعها كان بشكل استراتيجي اللي كيخلي دولة المرابطين تراقب تحركات قبائل مصمودة اللي كانت في الجبال الاطلس الكبير، واللي كانت من اشرس القبائل الامازيغيه واللي ما كانتش كتثق فيها دولة المرابطين. وكانت مدينة مراكش بلا سور في عهد يوسف بن تاشفين، وما تبنى السور حتى العهد علي بن يوسف سنة 1126 ميلادية، والسبب هو التهديد والخطر نتاع دولة الموحدين. المعلم برد عليا 70 معلومة في الثانية، والعقل اللي بغى يعقل ثقيل شوية. سلاولي سا سوفي، خلينا بعدا نهضمو غير هاد لي زانفورماسيون. واخا المعلم بنبرع، ميعادنا الحلقة القادمة ان شاء الله مع تتمة تاريخ مراكش اللي غادي نهضروا فيها على اصل تسمية مراكش، وعلاش تسمات بالمدينة الحمراء، وعلاش تسمات بمدينة البهجة ومدينة 7 رجال، مع الاضافة لمعلومات واحداث مبرعة تحت شعار عطيل خونا الطنجية بنكهات التاريخ والجغرافية، وبنبرع وعطيل خونا التاريخ.